اسماعيل ياسين كان بيغير من اي حد بيشتغل معاه. هند رستم بتقول في مذكراتها ان اسماعيل ياسين اتآمر عليا وكان عايز يعمل عليا فيلم كبير وانا فهمته في الاخر. كمل الفيديو الاخر ويلا بينا. هند رستم حكت في مذكراتها اللي كانت اسمها مذكراتي انها كانت بتصور اول فيلم ليها مع اسماعيل ياسين وهو فيلم ابن حميدو، وفجأة في يوم من الايام جه اسماعيل ياسين نزل من عربيته وهو لابس لبس الشخصية بتاعته وبيجري علشان يعمل المكياج بتاعه علشان مستعجل عشان ما عندهوش وقت ورايح تصوير تاني. واول ما خلص بدأ تصوير، وكان اول مشهد تصوير ليه كان مع هند رستم. بتقول اول ما بدأنا تصوير وبدأت اتكلم اسماعيل ياسين زعق وقال ستوب وساب التصوير وخرج بره الكاميرا. وساعتها اسماعيل ياسين قال انا مش هصور، ده استهبال. وكان طبعا ساعتها مخرج الفيلم فطين عبد الوهاب جري وراه واستغرب من اللي حصل. فطبعا المخرج فطين عبد الوهاب راح لاسماعيل ياسين وقال له استوب ايه يا اسماعيل، انا المفروض اللي اقول ستوب. فاسماعيل ياسين قال له الست هند عامله زي البغبغان مش مدياني فرصه حتى اتكلم. ساعتها هند رستم استغربت من فعل اسماعيل ياسين اللي عمله، وقالت معقوله دوت اسماعيل ياسين الطيب اللي غلبان اللي بيبان في الشاشه انه هو طيب وغلبان. وقامت جري على اوضتها وهي بتعيط، فجريت وراها زينات صدقي علشان تفهمها التكاية. قالت هند رستم ساعتها في مذكراتها ان زينات صدقي جريت وراها في الأوضة وقالت لها بتعيطي ليه يا عبيطة، ده اسماعيل ياسين هو اصلا بيعمل كده عشان عايز كده وعايزك تقعي. وقالت لها كمان اسماعيل ياسين خايف انك انت تاكلي منه الجو وتسرقي وتاكلي منه الكاميرا، ساعتها انت بس اللي هتباني في المشهد اكتر منه، انا حافظاه، ده نظامه مع كل الناس اللي بتمثل معاه. بتقول هند رستم بقى اول ما سمعت الكلام دوت قلت صبرك عليا يا اسماعيل، اتقل عليا يا انا يا انت. بتقول بقى انا رجعت التصوير وفاهمه اللعبه كويس. وبتقول كمان ان المخرج فطين عبد الوهاب قال له يا اسماعيل انا عايزك ترجع التصوير وتصور المشهد زي ما انا عايز. وبتقول هند رستم بقى اسماعيل ياسين قرر نفس اللي عمله بس بطريقة تانية. بتقول بقى لما مسكته من كتفه وبقول له هات السمك يا حرامي قام زقق ايدي وقال لي ايه ده، ايه العافية اللي انت فيها ديت، وبيقول لي كتفي يا شيخة، ووقف التصوير علشان يفصلني. لكن هنا بقى هند رستم فهمت حركات اسماعيل ياسين وكملت تصوير علشان اسماعيل ياسين يكمل المشهد، وفعلا كمله من غير الحركات اللي بيعملها. وبتحكي هند رستم في مذكراتها ان انا بعد كده انا واسماعيل ياسين بقينا اصحاب، وخصوصا لما لقيت فيه حاجة جميلة احترامه، واكتر حاجة عجبتني فيه حبه لمراته وابنه، لان كان كل بين مشهد ومشهد يروح يتصل بيهم ويطمن عليهم. بتقول انه هو كان انسان طيب ومحترم جدا بعيد عن حركاته اللي بيعملها ديت اللي كان بيعملها مع معظم الممثلين اللي بيمثلوا معاه، وخصوصا في فيلم بقى ايه، فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. الممثل اللي اسمه حسن اللي كان بيقول انا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. ساعتها حسن في الفيلم عمل لازمة ليه مش مكتوبة في السكريبت وقال انا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. ساعتها اسماعيل ياسين اتضايق منه جدا ووقف التصوير في المشهد دوت. ساعتها اسماعيل ياسين حس ان اللازمة ديت هتنجح وحسن هيبقى نجم الفيلم. ولما حسن قال اللازمة ديت تاني قام اسماعيل ياسين وقف التصوير وقام ضارب الممثل اللي اسمه حسن دوت على اساس ان حسن يزعل ويتقمص ويسيب التصوير. لكن حسن كمل المشهد زي ما هو عايز، لا وضاف له كمان حاجة جامدة خليته ان هو طلع صاجات انا عندي شعرة ساعة تروح
وساعة تيجي. طبعا حسن عمل اللازمة ديت بتاعت السجات لانه كان عارف حوارات اسماعيل ياسين مع الممثلين كلهم، وطبعا المخرج راح طيب بخاطره وقال له انت هتبقى نجم الفيلم. وفعلا حسن عمل لازمة السجات ديت، واسماعيل ياسين الناس كلها ضحكت الا هو كمل المشهد وهو كان هيموت من الغيظ. هند رستم حكت في مذكراتها بقى ان الوحيدة اللي كانت بتسلك مع اسماعيل ياسين وقت التصوير هي زينات صدقي، لان هي كانت فاهماه كويس جدا وهو كان بيحبها وفاهمها وفاهم ان هي فاهماه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك في القلب علشان كل فيديوهاتي توصلك، واستنوا الجديد فيديوهات جديدة في رمضان علشان اللي جاي بأمر الله حاجة هتعجب كل الناس. ماشي؟ سلام يا اسماعيل. واكتب لنا بقى في التعليقات انت كنت متوقع ان اسماعيل ياسين يعمل كده مع زملائه ولا لأ؟ السلام عليكم.